في الزيارة طلعت وزيرة الخارجية تقول هناك زيارة، لعل وعسى المغاربة سيقولون أوه هذه ما فرنسا، على أساس أنهم جزائريين، على أساس أنهم مثل الحظيرة. ماكرون هذا مثل غرفة النوم. الجزائر عند ماكرون مثل غرفة النوم، ما أدري في بروتوكول في الموضوع ولا ما في بروتوكول. صدقوني يجي متى ما شاء ويلاقي تبونه ويشفطه ويمشي ولا ما يدخل أنفه أنف ماكرون يدخل في إذن تبون. وأن يعني وكالة من دون بواب، هذا وكالة من دون بواب. هو مفكرين هكذا أنه إذا أعلنت الخارجية الفرنسية صنعوا المغاربة أمام الأمر الواقع وسيصدقون بهذه الزيارة. فجاءهم الرد قاصم، قالوا عفوا الزيارة ليست مدرجة. هذه قاتلة الماما فرنسا. تخيل يعني أن تطلع وزيرة الخارجية الفرنسية، فرنسا بقوتها وتأثيرها في المنطقة، يعني تقول لكم أنا رئيس فرنسا جاي المغرب، الله المستعان. المغاربة عمرهم ما طردوا أحد، لكنهم يعرفون لؤم هذا الرجل. فبكل برود يرد لك مصدر حكومي حتى مو الديوان الملكي ولا حتى وزارة الخارجية تقريبا، يقول له من قال ماكرون يعني ليست مجدولة وبعدين نفكر يجي ولا ما يجي. في صفعة أكثر من هذه الصفعة، أهانت فرنسا المغرب قسما بالله. هذه مرمطة بروتوكولية، مرمطة سياسية. مغاربة وجهوا لفرنسا التي تعتبر نفسها الدولة العظمى والاستعمارية أولا بروتوكوليا: من أنت أبوك حتى تأتي وتفرض زيارة دون أن تستشير؟ من أنت؟ زيارة غير مدرجة، بس فراخ. أقسم لكم بالله تبون هذا ما يستطيع يقول هذا الحركة. ولو أنه عندهم في السلام الوطني فرنسا قد مضى وقت الخريط وتعاهدنا على أن نمتطيط خريط. ماكرون يعتبرها حديقة خلفية، يروح ويجي متى ما شاء، يشفط تبون متى ما شاء عادي. المغاربة بهذه العبارة وبهذا الرفض أصابوا ماكرون وفرنسا وغطرسة فرنسا وكبر فرنسا، حطوا أبوه في التراب. يقول لك الزيارة ليست مدرجة.